احنا النهارده جايين نحل مشكلة الجرافيك في مصر. كل شركات الانتاج والممثلين وحتى المشاهدين في مصر نفسهم ان هم يشوفوا جرافيك هوليوود بس في مصر. لكن للاسف مصر مش متطوره في الجرافيك زي هوليوود. لكن انا جاي اقول لك انك فاهم غلط، لان استوديو نايترو اول استوديو في مصر بيعمل نفس مشاهد هوليوود. يعني عندنا مثلا المشهد ده في هوليوود فيلم علاء الدين، شوفوا طالع عامل ازاي. لكن لما يجي ينفذه استوديو نايترو شوفوا بيطلع عامل ازاي. المشهد طبق الاصل وده بيتكلف الاف الدولارات، لكن ده بيتكلف اسعار رمزيه. طبعا انت نفسك انك تعمل افلام زي كده تشارك فيها في مهرجان سينمائي، تعملها على اليوتيوب، تعمل كليب، تعمل فيلم، تعمل مسلسل، لقطه في مسلسل، لقطه في فيلم. فنفسك انك تعمل الكلام ده، ولكن بيكلفك الاف الدولارات وكمان ما بيطلعش نفس الجرافيك اللي انت شايفه ده. لكن احب اقول لك انك لازم فعلا تكلف الاف الدولارات لانك ما رحتش استوديو نايترو. المشهد في استوديو نايترو بيخش على 14 برنامج، منها برامج 3D لوكيشن، منها برامج تراكنج، منها برامج التلوين. 14 برنامج بيعدي عليه المشهد عشان تشوفه بنفس الشغل ده. طبعا بيعملوا كل المشاهد اللي تخطر على بالك زي سوبرمان، سبايدر مان، جاك سبارو، ذا ماسك، علاء الدين. كل الكلام اللي انت بتحلم بيه في هوليوود بيتعمل في استوديو نايترو. وده باختصار لان استوديو نايترو رقم 1 في مصر.